اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. برضه يا جماعه قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. من حوالي كام يوم كده منتخب الجزائر كان بيلاعب نيجيريا، كسبوا 2-1. بيقولوا كمان منتخب الجزائر عامل اداء عالمي وماتش عالمي. فانا بصراحه ما اتفرجتش على الماتش بيني وبينكم، لان طبعا قلت لكم قبل كده كتير ان انا الفتره ديت بقضي خدمه عسكريه. انا عارف والله العظيم ان انا فايتني كتير، بس عادي يعني. تعالى بقى تعالى نشوف اللي حصل في ماتش الجزائر ونيجيريا. بس طبعا قبل ما نبتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل حالا كده تكسر لي زر اللايك في السريع. طبعا بقى مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا يا عم، خلينا نشوف الجزائر ونيجيريا. ملعب وهران، بس الملعب الله اكبر عليه بجد. الجماهير طبعا منتخب نيجيريا من المنتخبات القويه جدا يعني في افريقيا. يا رياض يا عيني يا اسماعيل يا ولد. مين الباك الشمال ده يا جماعه؟ اكتبوا لي اسمه تحت في الكومنتات. شكله في باك شمال جديد في المنتخب. جول! العب عيسى مندي. يا لهوي على عيسى مندي يا جدعان. في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول للمباراة كان هدف صحيح. سنشاهد كيف يا لهوي يا جدعان على الحظ. غلطة غلطة غلطة، ده كارثة، مصيبة. فيكتور موزيس شوط تاني. شيل يا مندي، بتعمل ايه يا عيسى يا مندي؟ الله يهديك. يتمكن من تسجيل اول اهداف المباراه لمنتخب نيجيريا بعدما كانت الكره صعبه. كانت سهله جدا لعيسى مندي بصراحه. غلطه وخدعت موندي في الاولى. شيل يا جدع. الاسبقيه كان لموفي على الدفاع ويسجل اول اهداف المباراه. المدرب الماضي جمال ينفجر غضبا لان بعض اللاعبين لم يتبعوا التعليمات كما يجب. قطريه من هناك على الجهه اليمنى. نيجيريا تبادل الكره بالخطا. محاوله بالليلي يلعب كره لاسلام سليماني. محاوله يا عيني يا اسلام. الكره مباشره ولكن خرجت الى ركنيه. 75 او 76 مباراه دوليه، 26 هدف، 28 تمريره حاسمه. اوه عدت. لا 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 رياض يا رياض. لا 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 لا. فيها ضربة جزاء. هل هناك تدخل على بالليل داخل منطقة العمليات؟ حاول فيها أم أن هي المحاولة والحارس وبعد ذلك محرز في المتابعة. لا يا محرز لا يا محرز لا يا محرز. إلى 5 أمتار و50 للحارس. والله على فكرة قلت محرز هيقف على الكورة، يعني الكورة دي قلت هيقف عليها عشان يمينه صعبة، هيقف عليها والواد خلاص نام زحف. مش باينه الجون ضرب بلاي ولا لا؟ ما ضربوش. يخرب بيتك يا مندي، يخرب بيتك يا مندي. اوه يا 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 اوف سايد اوف سايد. ده مين الجون ده؟ احمد موسى. مش ده احمد موسى يا جدعان؟ هو انا بيتهيألي؟ لحسن الحظ محمد، لكن يجب اعاده بعض الحسابات على مستوى الدفاع. المنتخب لا لا عيسى مندي كارثه عيسى مندي. زاد المباراه لقمان. نعم ها هي. كويس ان الكوره ما لعبهاش اصلا. كان في وضعيه تسلل وكان ينتظر في الكره. اذا وضعيه تسلل صحيحه وقرار سليم من حكم. محرز السلامه والضغط عليه. هناك خطا دفع على محرز في هذه الكره. بيلعبوا مباشره مع بالليلي الى الكره. سليماني اسلام. بوب 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 بوب. لا 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 لا. ضربة جزاء صح، هي ضربة جزاء.
ضربة جزاء. ضربة جزاء، هي ضربة جزاء فعلا. يا جماعة اكتبوا لي اسم تحت الباك الشمال ده، بصراحة شكله محترم يعني، عنده نزعة هجومية قوية جدا باين عليه. عن ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك. هناك تدخل في المتابعة. هيا لإسلام سليماني. اسلام سليماني وحش برضه يا جدعان. بأحد المدافعين بعد ذلك. اوه 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 اوه، تدخل جامد فعلا، جامد فعلا. الحارس وبعد ذلك القائم. وركلة جزاء يقول حكم المباراة على بن 70. فعلا ضربة جزاء. ده بن 70 تصدق؟ يا لهوي يا جدعان، ده انا نسيت خالص راوي بن 70. هو عامل شعره كده يا جدعان. واضحة وقرار سليم من حكم المباراة. شكرا للزملاء. ده ربى شعره بن 70 ومش عارف ايه، وانا محسوب باك شمال جديد. باك شمال جديد الله يهديكم، قولوا لي يا جدعان. يا عيني يا رياض، يا عيني يا رياض، يا عيني يا رياض. هو تصدق بن 70. محرز الملهم يعدل ويسجل بالمناسبة الهدف السابع والعشرين مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراته السادسة والسبعين. محرز شعلة 1-1. عندما تنير يستجيب الملعب بطريقة رائعة. أجواء كبيرة. جماهير يا جدعان، والملعب تقريبا الملعب ده هو اللي افتتحوه جديد ولا انا بيتهيألي يعني. خلاص سمعت ان منتخب الجزائر، دولة الجزائر عايزة تستضيف كأس افريقيا اللي جاية. على حراس المرمى تبدو لي أحيانا. نعم. بصراحة احسن من غرب افريقيا بكتير يعني، تتلاقي في شمال افريقيا احسن من غرب افريقيا. وفرحة عناصر المنتخب الجزائري بالقائد محرز. تتحرك العناصر داخل منطقة العمليات. هاي فيكتور موزيس. ده جون ده جديد يا جماعة، الحارس ده جديد تقريبا. صافرة الحكم خلص الشوط الأول. التونسي تعلن عن نهاية المرحلة الأولى في هذه المباراة الودية الدولية الثانية للمنتخب الجزائري. الأسطورة هدف ميلود ضربة الشوط الثاني. بس الماتش صعب على فكرة، الماتش صعب جدا يعني. الجزائرية بينية ممتازة. بالليلي محاولة. اوه بليلي يا لعيب، يا لعيب، يا لعيب. لو راحت معاك يا بليلي. بعيدة من تفوق من عطال. يحاول يا عيني يا عطال، يا عيني يا عطال. اليسرى بن طارق يوصل كرة لبن 70 ملعوبة من هناك. يا سلام إسلام. يا جماعة هو نبيل بن طالب رجع تاني المنتخب؟ من داخل منطقة العمليات بعد الإسلام. سليماني، سليماني يا سليماني. منتجة جانبية بالراس كانت بعيدة. لا هو عليك يا اسلام يا سليماني. ملعوبة هايلة. إسلام سليماني بعيدة. كان في وضعية صعبة. ملعوبة حلوة قوي على فكرة يا جدعان بجد والله. طبعا لاعبين أو لاعب ولكن جانبية. عطال يا عطال، لا لا يا ولد يا ولد يا ولد. يا عيني يا عطال، يا عيني يا عطال. يوسف عطال مطلع صاروخ يا جدعان، صاروخ 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 لا يصد ولا يرد. لا 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 يا جدعان، فاجئتني فاجئتني والله، والله الكرة فاجئتني. بعد هذه الركنية العائدة. لا ما استناش ما استناش ما استناش، هاتها من جوه بعيدة وفي شباك الحارس. ضرب الشباك يا ابن اللعيبة يا عطال. جدا. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. 2 مقابل 1. غير مجرى. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا سليماني بيحتفل وهو بيشوفها، هو شايفها بس خارجة من رجليه بيحتفل. جدا من مسافة 35 متر. لا لا عاش عطال بجد يعني. الصورة وفرحة كبيرة. الكرة القطرية لمحرز. يمر محرز يبحث عن المساندة، يبحث عن التسديد ربما. بينية هذا زروقي من هناك. لا دخول المواصلين حتى التوقيت. لا واحد من الجماهير نزل. بس يوسف بايلي محترم يا جدعان يعني، من الناس المحترمة. بص وما هو معجب بيوسف بالليلي بلمسة واحدة
محرز يحاول يا سلام. ده ادم والناس. بعيدة الكرة هذه. هو ادم والناس. آدم والناس. في سراب. هي اخر عفوا محمد، اذا هي اخر كره كانت لمحرز الذي يغادر فيها باثناء ارضيه الملعب تحت تصفيقات الانصار. قدم ما عليه. نعم قدم ما عليه وقدم. خلص الماتش يعني. شكرا لكم بجد. صراحه ماتش قوي جدا بين الفرقتين. نيجيريا برده مش منتخب سهل ابدا يعني. الف مبروك للجزائر وارد لك لنيجيريا. بس بقى لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتنشر كمان وتفعل زر الجرس عشان توصلك اي فيديو جديد. واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.